السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي شهوة المطبخ الاقتصادي. اليوم إن شاء الله ومع هاد الحرارة وهاد الصهد غادي نشارك معكم عصير طبيعي صحي منعش بدون مواد حافظة بدون ملون. كيجي رائع، استمتعوا به في هاد العطلة الصيفية، وجدوه لوليداتكم وبردوا به حتى نتوما. مكوناته اقتصادية ومتواجدة في كل بيت. غنبداو بسم الله. عندي 3 ديال الجزرات، حامضه وحده، 2 برتقالات، وعلبه ديال الياغورت بنكهه الفواكه الاستوائيه. عندي كاس ديال السكر. كناخد هاد 3 ديال الجزرات اولا خيزو من بعد ما قشرتهم، كنقطعهم على شكل دوائر يكونوا رقاقين غير باش دغيا يتسلقوا معايا. من بعد ما ساليتهم غادي نضيف الماء. بالنسبه للكميه ديال الماء تقريبا كتضيفوا واحد 2 كيسان ديال الماء ديال القياس بالكاس ديال العنبه، وكنديهم مباشره من فوق النار وكنخليهم يتسلقوا. بالنسبه لهاد الحامضه كنقشرها كامله، كنحيد لها القشره وحتى ديك الطبقه البيضاء اللي غادي تشوفوا معايا، لان العصير باش يجيكم ما فيهش المروره ضروري ما تحيدوا له هاد الطبقه البيضاء، ضروري لان هي اللي كتعطينا المروره في العصير. كيف شفتوا انا كندور بها كامله بهاد الطريقه هادي. بنفس الطريقه غادي نقشر هاد 2 برتقالات، حتى هما غادي نحيد لهم القشره وغادي نحيد لهم ديك الطبقه البيضاء. وبالنسبه للطريقه ديال التقطيعه غادي نشاركها معكم بهاد التقنيه هادي. ما كنقطعوش دوائر، كنبقى هكا كنقطع هكا على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. ديك العلفه اللي كتكون في الوسط كتبقى هي وكنهبط هكا بالطريفات باش كنحتفظ بديك العلفه اللي كتكون في الوسط وكنرميها. هذيك العلفة كتلعب دور كبير في المرورة إلا خليناها في العصير، لأن إلا قطعنا البرتقال أو الحامض على شكل دوائر كتقطع معاه وكتبقى كنطحنوها في العصير. هاد الطريقة هادي راها سهلة، شوفوا كيف كتولي هانتوما وراها كتكون كبيرة. بنفس الطريقة غادي نقطع هاد الحامضه هادي، كناخد غير اللب كيف كتشوفوا، ومن طبيعه الحال كنبقى نقطع هكا طريفات، وإلا كان شي عظيم راه كيبان عندي كنحيدو. شوفوا كيف العلفة ديال هاد الحامضة كتبقى هكايا في الوسط، وانا كنهبط هكا بهاد الطريفات. حسن ما تقطعوهم دوائر راه كتقطع معاهم هاد العلفة هادي اللي كتكون في الوسط. غير شوفوا كيفاش كنقطعها انا، الطريقة راها سهلة. هادي تقنية بغيت نشاركها معكم. شوفوا هاد العلفة هادي شحال كبيرة هانتوما، هادي هي اللي كتسبب المرورة في العصير. صافي غادي نحيدها، وبنفس الطريقه غادي نكمل ديك البرتقاله اللي بقات لي حتى غنساليه كامل. شوفوا كيف الطريفات كيبانوا غير اللب ديال الحامض واللب ديال البرتقال. غادي نخليه على جنب. خيزو ها هو تسلق، ما كنخليهش حتى تيولي هاري وطايب بزاف. هانتوما شوفوا انا قلبته راه باقي شاد راسو. 10 دقائق فقط ملي يبدا الغليه، حسبوا له 10 دقائق وطفيو النار عليه. خليت خيزو حتى برد، خليته بالماء ديالو ما صفيتوش. كناخد هاد الكاس ديال مولينيكس وكنخوي فيه داك خيزو بالماء ديالو، وغادي نزيد عليه داك البرتقال مع داك الحامض، ومن بعد غادي نزيد ديك العلبه ديال الياغورت بنكهه الفواكه الاستوائيه. راها كتعطينا واحد المذاق وواحد لوغو كيجي رائع. ضفت السكر. بالنسبه لكميه السكر كتبقى اختياريه. انا هاد الكاس ديال العنبه راه كفاني، لانني فاش غنضيف الماء ضفت يطرو وربع ديال الماء، هو اللي ضفت في هذا القياس هذا. وهاد ليطرو وربع ديال الماء ما ضفتهمش، ما ضفتوش دفعه واحده، ضفت غير النص وطحنت وعاد وليت كملت الماء اللي كان باقي لي. وكيكون هذا هو العصير اللي حضرت معاكم بلا ما تحتاجوا تصفيوه، لان ديك العلفه اللي كنحيدو هي اللي كتكون مخليه لنا ديك الشوائب. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي خاتر، كيجي كريمي، والقوام ديالو نتوما اللي كتحكموا فيه. انا كنبغي هكا يكون خاتر شويه، ما كنبغيش العصير يجي جاري، ما كنستمتعوش بالمذاق ديالو. شوفوا غير اللون كيشهي بحال اللي تقولي دايره له شي ملون وهو بدون
بدون ملون بدون نكهات كنحصلوا على هاد النتيجة هادي. والأهم أن هاد العصير صحي طبيعي ومنعش للجسم، غادي ينفعكم بزاف في هاد العطلة الصيفية وفي هاد الصيف هذا. كنتمنى تجربوه حتى نتوما بهاد الطريقة هادي، وأنا أكيدة غادي يعجبكم. حتى لهنا كنكون وصلت لنهاية الفيديو. كنتمنى قبل ما تغادروني تخليو لي واحد اللايك للتشجيع وواحد التعليق زوين بحالكم باش تشجعوني وتحفزوني، ونزيد نعطيكم المزيد من هاد الوصفات هذه. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.